يا شريف، زغرات يا ام البنات. اعترف باللي عمله ويمكن كمان اللي ما عملوش، وحق مراته اللي بهدلها وسيرتها كانت على كل لسان جه حقها، وناس كتير عارفه ان هي هتشمت فيه واتحلف يجي حقها من اول دقيقه في الحلقه. ما هو في الاخر الصحاب لبعضهم، وزي ما عمل مع صاحبته الاولانيه عمل مع التاني. رامز جلال جاب حق شيرين عبد الوهاب تالت ومتلت، وحسام حبيب في الحلقه بتاعته في رامز إلهم مصر اعترف بكل حاجه الناس كانت عايزه تعرفها. يا ترى ايه اللي كان كذب واشاعات وايه اللي طلع حقيقي، وليه الجمهور اخد موقف جديد من حسام حبيب ووقف مع شيرين عبد الوهاب؟ خليكم معانا في الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجه، بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. حسام حبيب ظهر مع رامز جلال في رامز إلهم مصر، ورامز حلف من اول حلقه ان يجيب حق صاحبته شيرين عبد الوهاب، وكان عايز ينصر ام البنات باي شكل زي ما هو قال. ومن اول الحلقه اتحط على حسام حبيب حطه وحشه قوي، بدات من نوال الزغبي اللي ما كانتش عايزه تسلم عليه وكلمته بقرف وتعالت عليه وعملته بطريقه مش ولا بد. ولما رامز قعد معاهم هما الاتنين وسالها انت بتعامليه كده ليه، كان ردها صريح ومحدش كان متوقعه، وقالت بكل صراحه انه مزعل صاحبتها وهي مش هتنسى اللي حصل معاها. ده غير بقى انه عمل معاها هي شخصيا موقف بسبب شيرين عبد الوهاب هي مش ناسياه ابدا، وانه كان قطع الاتصالات بينهم هما الاتنين وفضلت تتعامل معاه بالطريقه دي لحد ما الحلقه خلصت. ورامز ما قدرش يخليها تتعامل معاه بطريقه كويسه، واول ما المقلب بدا ورامز اختفى عنها بدا يلقح عليه بشكل مش متوقع، وقال انه هيجيب حق ام البنات، وكمان قال بشكل صريح انه حسام حبيب نهب حاجات كتير من شيرين عبد الوهاب. ده غير بقى قال انه بيفكر يشقط نوال ولا بسنت المذيعه، وانه بيفكر مين فيهم معاه فلوس اكتر وساعات اغلى من التانية. ولحد ما حسام حبيب اكتشف ان اللي بيحصل ده كان مقلب، ردود فعله ما كانتش متوقعه ابدا، واتعامل مع الموضوع بهدوء شديد وكان مقضيها ضحك وهزار وبس. وحتى لما رامز جلال كشف ليه عن وشه برضه قعد يضحك، واعترافاته كانت مفاجأة والناس كلها قلبت عليه بسبب جراءة اعترافاته. مع أصل حسام حبيب اعترف إنه أخذ العربية المرسيدس فعلا من شيرين عبد الوهاب، وإنه هيرجعها ليها تاني، وإنها حب عمره ومش هيحب زيها في الدنيا. ده بقى غير إنه قلب ضحك وهزار ومرضيش يعترف إنه هيبطل يتجوز ستات عشان فلوسها. وبعد الحلقة الدنيا اتقلبت عليه بسبب اللي قال، وكانوا مستغربين جدا من استقباله للمقلب، وكل الناس بعد الحلقة بقت تقول الله يكون في عونك يا شيرين. انتوا بقى ايه رأيكم في الحلقة دي وفي رد فعل حسام حبيب؟ اللي حصل مع رامز جلال وظهور حسام حبيب على الساحة تاني فكر الناس بكل اللي حصل قبل كده والفضايح اللي كانت على عينك يا تاجر.